بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحباء المشاهدين والمتابعين، شكرا للزميل سعود غانم وشكرا لضيفيك الكرام. ولكن ما سمعناه في الاستوديو التحليلي أن الميدان هنا في مدينة سيك في ملعب عبد الكريم كروم في النهائي في النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب لرمية أول دخول اللاعب مروان المغربي إلى مرمى المنتخب الجزائري في سيناريو في آخر 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق أخيرة. مروان على التنفيذ، كرة بتلعب الأمام، خطيرة لصالح المنتخب المغربي. أخطر كرات شوط المباراة الأول للمغربي أسود الأطلس التي تحاول أن تكشر عن أنيابها أمام محاربي الصحراء. كرة بتلعب الأمام ولكن حارس المرمى في مرتين. شوف الإنقاذ في الكرة الماضية، محاولة اقترب كثيرا المغربي ولكن لم تكن التسديدة بالقوة اللازمة لأن تهز شباك المنتخب الجزائري. شوف الكرة الماضية، قوة المنتخب المغربي هجوميا، قدر المنتخب الجزائري بقوته وتركيزه أنه يوقفها. كابتن تبديل على المغرب أعتقد أنا نروح أكثر أنه هذه المباراة ستتوجه إلى ضربات الترجيح. شكرا حكيم، شكرا عبد الرحمن. أحماش يطالب اللاعبين بالاستيقاظ داخل منطقة الجزاء، بينما ركلة ركنية لأسود الأطلس. بينما الكرة بتعود ركلة ركنية لصالح المنتخب المغربي. أيضا صافرة حكم اللقاء، صافرة حكم اللقاء. حكم اللقاء يحذر اللاعبين، هذه فيها ركلة جزاء فيجب أن يحذر لاعبي المنتخب الجزائري. بينما الكرة بتلعب الأمام، أيضا صافرة الحكم. متى بنلعب؟ متى بينفذ الركلة الركنية؟ يشير البطاقات الآن على المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، حذاري من أن يتخذ القرارات الإدارية. خلاص تكلم مرة مرتين ثلاث، خلاص اللي بعدها قرار إداري. كرة بتلعب لصالح المنتخب المغربي، خطيرة. مزيان، واعر، انت فنان. رشيدي البديل الذي دخل في شوط المباراة ومن يسجل في مرمى المنتخب الجزائري. لا زال المغربي لا يستقبل الأهداف، لا زال المغربي ينتصر في مبارياته واحدة تلو الأخرى. مرمى الجزائري 1-0، الأولى صفر الحكم، الثانية صفر، والثالثة في الشباك. المنتخب الجزائري 1-0. أسود الأطلس يتقدم بالنتيجة في أصعب وأهم لصالح المنتخب المغربي. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل تكون هي نتيجة شوط المباراة الأول. نعم، هنا صافرة حكم اللقاء